بيبدأ الفيلم في بنزينة مع واحدة شابة شقرة بتتعصب لما بتكتشف إن الحاجة اللي بتيجي للبنات كل شهر جات لها. بتقرر تدخل الحمام وفجأة بتلمح خيال حد تاني جاي ناحيتها وبيقف بالظبط قدام باب الكابينة بتاعتها. ثواني وبتظهر من فوق الباب إيدين شكلها قذر وضوافرها طويلة، والبنت الشقرة بدأت تصرخ بأعلى صوتها لما راس بتظهر، وبتكتشف إنها وش لوش مع مصاص دماء. الريحة بتاعتها في الموقف ده شدته، فبيروح خالع باب الكابينة وبيهجم عليها جوه في ساعتها. وبعد المشهد ده بنقابل ميكانيكي اسمه حميد، وده يوم رفضه من الشغل. صاحب الورشة واسمه دادلي بيحلف له ان الموضوع مش شخصي ابدا، وانها مجرد تخفيضات في الميزانية علشان الظروف. بس الكلام ده طبعا ما بيهديش نار الموظف المقهور. حميد بيطالب دادلي بكل مليم ليه عنده، ومن الورشة بيروح طوالي على البار بتاعهم اللي متعودين عليه. هناك بيلاقي صاحبه ناك بيعاكس بنتين جاس وكيتي، واول ما واحدة فيهم بدأت تهتم بحميد بتروح صاحبته جود ظاهرة فجأة كده في وسطهم زي عفريت العلبة، وبتبعد حميد عن البنات. هي شغالة جرسونة في نفس البار ومش مبسوطة خالص لما بتسمع ان حميد خسر شغله، خصوصا ان البقشيش بتاعها قليل. في اللحظة دي بيدخل عليهم واحد تاني اسمه جون، عامل فيها جنتل ودمه خفيف مع البنات، وده بيخلي ناكي يتغاظ قوي من بجاحته. حميد علشان صاحبه بيدخل في الخناقة، وبينتهي به الحال انه بيعمل مشكلة بين جود وايدي مديرها في البار. ايدي بيتخانق بسبب الدوشة اللي حصلت، وعارف ان حميد صاحب جود، وبيحذرها ان اي خسائر هتحصل هتتخصم من مرتبها. جود اللي وصلت لاخرها بتروح كسر ازازة على دماغ ايدي، وهي عارفة كويس ان الحركة دي معناها انها اترفدت هي كمان. وفي الباركينج نيك بيحاول يواسي حميد وكمان جود اللي بقوا الاتنين عاطلين، بس نصايحه ما جابتش نتيجة. من غير فلوس يدفعوا الإيجار، حميد وجود بيضطروا يلموا شنطهم بسرعة البرق علشان يهربوا من صاحب البيت واللي خلاص قرب يكسر عليهم الباب. جون بعد ما ساب البار مع جيس وكيتي بيقف يمون عربيته، وبيتخنق من التأخير لأن دادلي صاحب ورشة حميد الأولانية موقف الخدمة علشان يشوف أنوار الورشة بتاعته مالها. البنات بيستغلوا الوقفة دي علشان يدخلوا الحمام، وجون بيتريق عليهم وبيقول إنهم سابوه لوحده، لكنه في الحقيقة ما يعرفش إنه مش هيفضل لوحده كتير، لأن فجأة بيظهر مصاص دماء على شباك عربيته. وفي نفس الوقت جوه الورشة البنت اللي كانت تبان إنها بنت صغيرة شكلها تايهة بتتكشف حقيقتها إنها وحش من وحوش الليل وبتهجم على دادلي. في الوقت ده بيكون حميد وجود وصلوا المنطقة بعيدة خلاص، والندم بدأ يشتغل جواهم. حميد بيحاول يطمنها وبيقول لها أكيد في أي مكان محتاج عمال، حتى بيقترح عليها إنهم يتجوزوا، بس جود بتتعصب أكتر لما بتسمع كلامه. خلاص زهقت من عدم مسؤوليته واستهتاره، ده غير إنها بتقوله إن بقالهم ساعات مش شايفين غير شجر، وشك إن حميد أصلا مش عارف هو موديهم على فين. في اللحظة دي بالذات حميد بيدوس فرامل مرة واحدة، وبنسمع صوت خبطة جامدة. شوية كده والبوليس بيوصل ورشة دادلي. الطبيب الشرعي بيفحص جثته وبيقول انه غالبا مات من حوالي ساعة. الضابط بيستغرب قوي من عدم وجود اي دم في المكان، وكمان مفيش اي حاجة اتسرقت، حتى الاكل زي ما هو. ده تقريبا بيستبعد تماما ان اللي عمل كده يكون حيوان مفترس، بس في نفس الوقت مفيش بدايل تانية كتير. وبعيد عن كل الدوشة دي ميل وجايل بيقرروا الليلة دي يخيموا في الغابة القريبة. جايل بتستنى جوه الخيمة، وميل بيخرج علشان يقضي حاجته جنب النار بتاعة المخيم، وفجأة بيلاقي نفسه وجها لوجه مع مصاص دماء. جايل شوية وبدأت تستغرب تأخيره وبتنادي على اسمه بتسأله ايه اللي بيحصل. ثواني وبيروح ميل واقع لورا جوه الخيمة ونافورة الدم خارجة من رقبته. جايل بتنهار وبتعيط بحرقة لحد ما بتلمح هي كمان حاجة مرعبة جاية ناحيتها وبدأت تصرخ. وبنرجع لحميد بيفوق في العربية وبيتفزع لما بيفتكر الحادثة. بيطمن على جود وهي كمان بتفوق وبتسأله ايه اللي حصل، بس حميد مش عارف يشرح. كل اللي بيقولوا ان في حاجة خبطتهم. الاتنين بينزلوا يشوفوا ايه اللي حصل، والموضوع بيبقى جد لما بيلاقوا دم على اكسدام العربية ومعاه حتة قماشة في يافطة واقعة على الارض مكتوب عليها مزرعة ماديسون للكرفانات. جود بتشاور ان فعلا في كام كرفان مركونين قدام شويه، بيفكروا انهم ممكن يكونوا خبطوا حد من هناك، فبيقرروا يقربوا علشان يحاولوا يعرفوا ايه الحكايه. بس المكان شكله غريب جدا ومفيش اي حاجه غير شويه عربيات مركونه بشكل دايره في المزرعه. حميد بيخبط على باب واحد فيهم بس محدش بيرد، مع ان شكل في حد بيراقبهم من شباك بيت تاني. الاتنين خلاص كانوا هيمشوا لما فجأة بينط راجل من ورا واحد من الكرفانات ومعاه بندقية وبيزعق لهم علشان يمشوا من المكان ده فورا. جود بتشرح له الموقف وحميد بيحكي له الحكاية من اولها وبيقول انه بيدور على شغل. وبعد كام سؤال كده الراجل بيهدى شوية وبيقول ان اسمه كروفورد، بيقول ان موقف الكرفانات ده محتاج حد للصيانة وانه مستعد يديهم فرصة، وبيقول لهم يفكروا في الموضوع.
بعد كده رجعوا عربتهم، وحميد بيقول ان كروفورد ده راجل غريب جدا، وجود بتوافقوا الرأي، بس في نفس الوقت مش شايفين ازاي ممكن يرفضوا شغل في الظروف دي، فبيوافقوا على العرض بتاعه وبيشرحوا انهم عاوزين يقبضوا كاش. لما كروفورد بيتكلم عن السكن والاكل، حميد بيقول انهم ممكن يناموا في اي حتة ثانية لو اضطروا، بس كروفورد بيقاطعه فجأة وبيقول انه ممكن يدفع لهم من غير اي مشكلة، بس السكن هنا ضروري جدا ومفيش نقاش. الحقيقة هو شاكك انهم اصلا هيحتاجوا فلوس، لأن كل اللي هيحتاجوه هيكون موجود هنا. من غير ما ياخدوا بالهم من آخر جملة دي، الاتنين بيوافقوا على الشغل، وبياخدهم كروفورد للأوضة اللي هيقعدوا فيها. كروفورد بيشرح لهم إن موقف الكرفانات ده اسمه بوجي فيل، وده ملك عديل وماديسون. مفيش أي حاجة محتاجة تتصلح هناك، وكل الشغل المطلوب في المزرعة نفسها. حميد وجود هيكون عندهم حرية من الفجر لحد المغرب، بس ممنوع بتاتا يخرجوا من البيت طول ما الدنيا ضلمة بره، وكمان ممنوع يستقبلوا أي زوار بالليل، بالإضافة لأن البدروم والصندرة لازم يفضلوا مقفولين على طول. بعد ما وافقوا على كل حاجة، حميد بيكلم جود عن القوانين المجنونة دي، وهو قلقان أكتر وأكتر من المكان. هي مش فارق معاها قوي، وبتقول لحميد يطلع من الحمام علشان يسيبها تستمتع بالهدوء النادر ده. هو مفيش قدامه اختيارات كتير، فبيطلع يعمل جولة في المكان مع كروفورد، وقلقه بيزيد مع كل كلمة غريبة وتلميح شرير بيسمعه من الفلاح ده. كروفورد بيقرر إن بوجي فيل ده بره مسؤوليات الاتنين الجداد دول، وبيأكد إن كل السكان نايمين ومرتاحين دلوقتي جوه كرفاناتهم. وبعدين الاتنين بيلاقوا قدامهم هيكل عظمي شبه متفحم، وكروفورد بيشرح لهم إن ده كان واحد اسمه تيري. حميد خلاص قلبه كان هيقف من الخضة، وبيفقد صبره وبيزعق، وعاوز يعرف إيه اللي بيحصل بجد في المكان ده. كروفورد بيقول له هوريك أسهل ما أشرح لك، وبيروح فاتح باب واحد من الكرفانات وبيقدمهم لواحد من السكان اسمه جورج عايش مع أمه. حميد يدوب بيبص جوه، وبيروح طالع يجري لما بيشوف مخلوق مرعب بينقض عليه. بيقول انه مش عاوز يعرف ده كان ايه، وانه ماشي من هنا حالا، بس الفلاح بيقول له ان ده مش ممكن. ومن غير اي مقدمات تانية بيعترف ان بوجي فيل دي جنة مصاص الدماء. عديل وماديسون اللي عايش في البدروم واحد منهم. الاتفاق اللي بينهم ان كروفورد هيحرسهم بالنهار، وماديسون وعده انه ما ياكلوش. حميد بياخد شوية وقت علشان يستوعب الجنون ده كله، وكروفورد بيحذره انه لو حاول يهرب مصاص الدماء هيشم ريحته بسرعة، ومش هيسيبوا اي حد يعرف سرهم يفلت. بعد ما اكتشف كل ده، حميد قدامه مهمة صعبة جدا، انه يشرح الموقف لجود اللي اصلا بدأت تستغرب الدوشة اللي جاية من الصندرة. بعدين بنعرف ان اللي عايشة فوق دي هي ليلي، البنت اللي هجمت على دادلي، وانها بنت كروفورد. هو بيقول لها على الحراس الجداد، وبيطلب منها تقضي كام يوم في البدروم مع عمها ماديسون لغاية ما ياخدوا على المكان. البنت مستغربة ايه لازمة انهم يستضيفوا ناس جديدة، وهنا كروفورد بيكشف عن دوافعه. هو على عكس بنته، هو بيكبر في السن عادي، وبعد فترة مش هيقدر يفضل يحرس بوجي فيل، فده وقت انه يدرب حد يثق فيه يقدر في يوم من الايام ياخد مكانه. لما بيلاقي حميد وجود في الطرقة بيكذب عليهم، وبيقول انه كان بيخوف حيوانات راكون، وبيأكد تاني ان الباب ده هيفضل مقفول على طول. واضح ان ليلي هي السر الوحيد اللي لسه مش مستعد يقوله للاتنين دول. وبالليل حميد بيصحى في نص الليل، بيروح يبص من الشباك بفضول، بس ما بيلاقيش اي حاجة غريبة. بيتسحب بره الأوضة وبيبص على القفل بتاع باب الصندرة، وهنا كروفورد بيقفشه متلبس وبيديله توبيخ، وبيقول للشاب يرجع سريره، وبيفكره انه لازم يعيش بالقوانين والا مش هيعيش كتير اصلا. في نفس الوقت ناك بيكون خارج من البار مع واحدة اسمها بيتسي. فجأة بيتسي بتخاف وبتقول انها سمعت صوت حاجة. ناك ما بيهتمش لغاية ما بتصرخ وبتشاور على البيك اب بتاعته، وهناك بيلاقوا بنت صغيرة قاعدة ومدياهم ظهرها. نيك بيقول للبنت تنزل، بس هي ما بتتحركش. بيتسي بتقول يمكن ما بتتكلمش انجليزي. نيك بيلمس كتفها وبيسألها اذا كانت كويسة، وفجأة ليلي بتلف وشها وبتكشف عن طبيعتها الشيطانية للضحايا الجداد دول. دلوقتي المأمور جيم بقى عنده قضايا غريبة مالية المكتب بتاعه، وشاكك ان الدكتورة كارول الطبيبة الشرعية عندها احساس بحاجة مش متحمسة قوي تقولها له. هو متشوق يحل الموقف، فبيترجاها تقول ايه اللي في دماغها ايا كان، بس اول ما بتجيب سيرة مصاص الدماء جيم بينفجر من الضحك، وبيقول الدكتورة تبعد عن الكلوروفورم. رغم انه مش مصدق بيتهز شوية لما بتقوله ان المهلة هتقل مع كل ليلة بتعدي، وان الجثث المسحوب دمها دي هتفضل تظهر. حميد وجودهم هما كمان جواهم شكوك ومش مرتاحين، قرروا يتجاهلوا تحذيرات كروفورد ويمشوا. بس لو قصته دي طلعت كذب، حميد بيفكر انه من الافضل يعرفوا الراجل العجوز ده حابس مين جوه.
في الوقت ده المأمور بيستجوب إيدي مدير البار، وبيكتشف إن في زوجين مثيرين للمشاكل هربوا من البلد في نفس الليلة اللي دادلي اتهاجم فيها. بيسألوا إذا كان حميد له أي صحاب يعرفوا هو فين، وإيدي ما بيفتكرش غير نيك، بس بيوضح ان الولد ده في دب هاجمه في الباركنج بتاع البار وانه لسه في المستشفى. ايدي وهو متحمس يورط حميد، بيقول كمان ان دادلي رفضه قبل ساعات من موته. وفي المزرعة حميد فجأة بيمسك بندقية كروفورد وبيفاجئ حتى جود، وبيجبر كروفورد يوريهم ايه اللي في البدروم. هو وجود تقريبا هيرجعوا لما الباب بيتفتح وريحة معفنة بتملى البيت. بينزلوا رغم كده وبيتفزعوا لما بيشوفوا انه كل كلمة قالها كروفورد كانت حقيقية. ماديسون مصاص دماء طويل وقوي عايش تحت مع مراته تيس، ودلوقتي معاهم بنت اخوه ليلي. ماديسون بيمسك كل واحد من المتطفلين دول من رقبته وبيوضح لهم انهم مش رايحين في اي حتة لانهم خلاص اتحكم عليهم يشتغلوا في بوجي فيل. في المستشفى نيك بيقول ان اتهجم عليه من بنت ميتة. كارول بدأت تتخانق مع جيم اللي لسه مصمم يتجاهل نظريتها طالما مفيش أدلة ملموسة أكتر. وبنرجع فلاش باك بنعرف أكتر عن حياة كروفورد اللي فقد مراته آنا من سنين كتير جدا واضطر ياخد باله من بنته العامية لوحده. ماديسون وتيس استضافوه في المزرعة لغاية ما في يوم ظهر مصاص دماء في الحظيرة. ماديسون اتعض وهو بيدافع عن مراته، ومصاص الدماء انتهى به الحال انه اتحرق في نور الشمس. كروفورد وهو مش فاهم قوي ايه اللي حصل ساب تيس وليلي مع عديله كام لحظة، ولما رجع كان فات الأوان خلاص. ده كان من 20 سنة، ومن ساعتها وهو بيحاول يحميهم وفي نفس الوقت يسيطر على الخراب اللي بيعملوه في المنطقة. بوجي فيل كانت في الحقيقة مجرد موقف كرفانات عادي، بس الثلاثة مصاص الدماء دول عضوا كل اللي فيه وحولوا المزرعة لنسخة من ترانسلفانيا. حميد وجود بيتأثروا بالقصة بس ما بيتخلوش عن محاولتهم للهروب، خصوصا دلوقتي بعد ما عرفوا كل حاجة. كروفورد بيقاطع وشوشتهم علشان يقول لهم ان ماديسون بينادي على الكل بره. الاتنين بيمشوا وراه وهم مرعوبين من منظر جماعة مصاص الدماء وهم بيخرجوا من جحورهم في نفس اللحظة. ماديسون بيقدم الاتنين الأحياء دول وبيؤمر محدش ياكلهم أبدا، بس الأوامر بتاعته بيعترض عليها مصاص دماء اسمه بيلي، وده بيسبب انه بيطرد. وبعد الاجتماع كروفورد بيشرح ان ماديسون وبيلي اعداء من ايام ما كانوا عايشين، ودلوقتي مختلفين على احسن طريقه يحافظوا بيها على السر. عشيره ماديسون بتاكل بس من الاماكن القريبه، اما بيلي واتباعه بيفضلوا يصطادوا في اماكن ابعد. وتاني يوم جيم بيجمع كل الادله وبيبلغ البوليس ان البلد بتتعرض لهجوم من مصاص الدماء. وبعد ما الكل بيبطل ضحك بيأكد لهم انه بيتكلم بجد، بس بيطلب منهم ما يقولوش للمدنيين اي حاجة لسه. وفي نفس الوقت نيك بيتفاجئ بزيارة غير متوقعة من جون وجيس وكيتي. التلاتة دلوقتي بقوا مصاصي دماء هم كمان، وجون بيجر نيك من السرير وبيقول له ينط من المبنى. حميد بيلاقي مصاص الدماء مستخبية تحت عربية بتترجاه ينهي عذابها. بيتردد شوية وبعدين بيمسك ايدها وبيسحب جسمها للنور وبيسيبها تتحول لرماد. ده بيولع جواه رغبته في الهروب مرة تانية، بس جود دلوقتي خايفة قوي تزعل الوحوش. بيقرر يروح لوحده وبيوعدها انه هيرجع لها، وبيتسحب بالراحة وكروفورد بيكون نايم. قرب آخر النهار كروفورد بيلاقي خاتم في بقايا مصاصة الدماء اللي كانت تحت العربية، وبيهز راسه وبيقول إن ده مش كويس أبدا. ماديسون بسرعة بياخد باله إن حميد اختفى وبيغضب جدا وبيأمرهم يجيبوا له جود. في الوقت ده حميد بيحاول يكلم نيك وبيروح يدور عليه في البار، وهناك ايدي بيقول له على كل الهجمات اللي حصلت. حميد بيتقبض عليه اول ما بيخرج من هناك، بس البوليس بيجري لما ماديسون فجأة بينط على كبوت عربية البوكس. بيقول لحميد انه جود معاه وانه هيحولها لمصاص الدماء لو ما رجعش الليلة دي. حميد بيقسم انه هينفذ كلامه، بس ما بيقدرش يدور العربية بعد ما مصاص الدماء بيمشي، فبيروح سارق فان من راجل نايم سكران على الكرسي. قبل ما يرجع بوجي فيل بيحاول يلاقي نيك في المستشفى وبيتفزع لما بيكتشف انه وقع من شباك. بعد كده الفجر قرب يطلع وماديسون بيهاجم حارس مرور علشان يأكل ليلي وبيحذرها انها محتاجة تاكل بسرعة قبل ما الشمس تطلع. في نفس الوقت حميد بيرجع المزرعة وكروفورد بيستقبله بضرب نار. كروفورد مصر انه يفرقع كل كاوتشات العربية علشان يضمن ان الشاب ده مش هيهرب تاني، وبعدها بس بياخده جوه. حميد قلقان وعاوز يشوف جود بسبب تهديد ماديسون، بس كروفورد مش عاوز يسمع. بيقول انه هيسيبه ينزل البدروم بس لما يشرح له كان فين وعمل ايه بالظبط. حميد بيقسم انه ما قالش للعصابة اي حاجة
بس بيحذروا ان السر خلاص قرب يتكشف، لان بعض مصاصي الدماء عمالين يهاجموا ناس كتير من غير تمييز. كروفورد بيبان عليه القلق لما حميد بيجيب سيرة البوليس، وكمان بيسأله عن مصاصة الدماء اللي كانت تحت العربية. حميد بيعترف باللي عمله وبيشرح ان هي اللي طلبت منه يعمل كده، بس كروفورد بيقول له اوعى تعمل كده تاني ابدا، وبيكشف له ان مصاصة الدماء دي كانت مرات بيلي. بعد ما وضح النقطة دي اخيرا بياخد حميد للبدروم، وهناك جود قاعدة متكورة على نفسها وبتترعش من الخوف. الاتنين بيحضنوا بعض، وماديسون بيقرر ان دي اخر فرصة ليهم، فالاحسن لهم ما يضيعوهاش. بعدين الكل بيروح ناحية الكرفانات، وكروفورد بيدي الخاتم لبيلي وبيقول له بحزن ان مراته راحت خلاص ومش راجعة. بيلي بدأ يزعق وبيتهم كروفورد، وفجأة بيعمل جرح في رقبة الفلاح واللي بيقع ميت في ساعتها. جون بيظهر كمان، وبنشوف انه واحد من تلاميذ بيلي بيقول انه قضى على نيك، وبيعرض انه يخلص على حميد هو كمان علشان يرضي السيد بتاعه، لكنه على طول بياخد طلقة في وشه. جود بتقول ان فرصتهم في الهروب دلوقتي بقت صفر، لانها قضت وقت طويل قوي في البدروم لدرجة ان ماديسون هيقدر يشم ريحتها في اي مكان على الكوكب. علشان كده بتطلب من حميد يهرب تاني بالنهار ويكلم المأمورة علشان يحررها. وبعد ما دفنوا كروفورد الاتنين بيودعوا بعض، وجود بتقول انها هتبقى في امان لأن مصاصي الدماء ما بيقدروش يهاجموا الحارس الوحيد. لما بتشوف إن عربيتهم راحت والفان المسروقة كاوتشها نايم، بتسأل حميد ناوي يوصل للاسم إزاي. بيقولها إنه لقى عربية في الحظيرة مفاتيحها لسه في كرفان صاحبها، بس حميد دلوقتي اتعود على الوضع وبيدخل على طول، وهو بيحذر إن أي حد هيهجم عليه هيعرضه للشمس في وشه. أول ما بيمشي ماديسون بينفذ كلامه وبيروح ورا جود، عارف إن مفيش أي بشري تاني يحرس المزرعة. هي بتدافع عن نفسها بإنها بتفتح شباك والشمس بتضرب وشه مباشرة، بس بيلحق يهرب في آخر لحظة. وحميد بينجح في إنه ينبه المأمور، وهو بيعمل اجتماع على طول في الكنيسة وبيجهز المجتمع للمعركة ضد مصاصي الدماء. في متطوعين كتير قوي لدرجة انهم بالاضافة لعربيات البوكس بيستخدموا اتوبيس مدرسة كمان علشان ينقلوا الناس لبوجي فيل. حميد بيوضح لهم انهم لازم يقضوا على كل مصاص الدماء، لان واحد بس لو هرب ممكن يستخبى ويبدأ العدوى من جديد. دلوقتي مفيش غير ساعة واحدة بس من نور النهار فاضلة لما القوات بتوصل، بس لسه في شمس كفاية علشان تقلي كام واحد من سكان البيوت المتنقلة دول اللي بيتسحبوا من جحورهم بالعافية. وجود بتحذر حميد ان ماديسون غضبان جدا تحت في البدروم، وبنشوف انه على وشك انه يتخلى حتى عن عيلته. تيس بتحاول تفكره انها مراته، بس هو بيرد عليها ان ده بس لغاية ما الموت يفرقهم، فخلاص ما بقاش يفرق. اول ما بيخرج من البدروم هي بتبدأ تتخانق مع ليلي، وبتقول لها ان كل ده كان غلطتها. البنت وهي متضايقة من ساعة ما ابوها مات بتروح زقة الست في نور الشمس في اول فرصة. بعد كده 2 ضباط بينزلوا البدروم وبيقولوا انه فاضي من غير ما يشوفوا ليلي مستخبيه في ركن. حميد وهو شاكك بيقرر يشوف بنفسه، في حين ان كارول وجيم بياخدوا كام راجل علشان يفتشوا الحظيره التانيه. المجموعه بتتعرض لهجوم مفاجئ من كام مصاص دماء مستخبيين، وكارول بتدافع عن نفسها بانها بتحشي راس توم في بق واحد منهم. المأمور مبسوط من شجاعتها، والاتنين بيتخضوا لما واحد من مصاصي الدماء بيرجع للحياه تاني، بس واحد من المساعدين بيقضي عليه بسرعه. جيم بيندم انه جاب كل المدنيين دول للمعركة، وبيعتذر لكارول انه شك فيها. جود خلاص بتحتفل بالنصر، وحتى بتقول لحميد انهم المفروض يسرقوا عربية المأمور ويهربوا سوا، بس هو دلوقتي بقى مسؤول وبيقرر يكمل بحث على ماديسون، وإلا هما الاتنين هيتحكم عليهم انهم يناموا وعين مفتوحة وعين مقفولة باقي حياتهم. هي بتقول له ان عنده حق وبتنضم ليه في المطاردة، بس ما بتلحقش، وماديسون بيهجم عليها وبيسحبها تحت تراك وبيعضها في رقبتها. جيم بيوصل ومعاه شريكه وبيضربوا ماديسون بالنار يطلعوه بره الحظيرة، وحميد بيحاول ينقذ صاحبته. للأسف ماديسون بيكون هرب من المنطقة بعربيته. وبعد 3 شهور جيم بيزور حميد في بوجي فيل، ولسه مستغرب انه اختار يعيش هناك. بيسأله اذا كانت جود كويسة، وحميد بيزوغ من السؤال لانه دلوقتي بقى هو اللي بيحرس نومها بالنهار بعد ما اتحولت لمصاص الدماء. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.